بالتعاون مع 3 جمعيات أخرى، وهي رابطة جين النسائية، وحزب الاتحاد السرياني، ومركز البحوث الاستشارية اللبنانية. تنظيم مسيرة من الكولا إلى الإسكوا تنديدا بالهجوم السافر للجيش التركي على روجافا. استقطبت الرابطة هذه السنة عددا كبيرا من الشخصيات المرشحة للانتخابات النيابية لدورة 2022، حيث توافدت الوفود إلى الرابطة بهدف طلب التأييد. ومن أبرز الوافدين السيدة كولا يعقوبيان، السيد اليوم سمرجيان، السيد إبراهيم النايمة، السيدة رشا عيتاني، السيد أمين قموري، ومحمود الفقيه، وغيرهم من مسؤولي اللوائح. قمنا في هذه السنة بتنظيم عدد من الندوات، من أهمها ذكرى وفاة الفنان أرام تيغران، ذكرى مجزرة الحاصل وتلعران، الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز. كما قامت الرابطة بعقد العديد من الندوات من بيروت ووصولا إلى طرابلس والبقاع الغربية، بالإضافة إلى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الفنان سعيد يوسف، وذكرى استشهاد الشيخ سعيد قائد ثورة جاسم، وذكرى استشهاد الرئيس قاضي محمد رئيس جمهورية مهابات. كما احتضنت الرابطة العديد من مجالس العزاء، منهم شهداء ثورة الحرية، ومنهم أقارب